الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان لكم رقيبا. يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فلقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام قول الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد طال البلاء واشتد على أخواتنا في غزة، وطال بهم الجوع وطال بهم المرض وطال بهم البرد وطال بهم العطش واشتد بهم القتل في كل مكان. هناك سؤال يدور في الرؤوس ويجري على الألسن ويتحدث به الإنسان في مجالسهم، وسؤال مشروع وجيه: لماذا طالت الحرب وما الحكمة من ذلك؟ فلهذا الأمر حكم كثيرة وحكم عديدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فقد أخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى عليه خطيئة. هذه الحكمة الأولى، إن الله سبحانه وتعالى لعله يريد لأهل غزة أن يلقوه من دون خطايا، وإن يلقوه وليس عليه أي خطيئة ولا سيئة، وإن يلقوه وقد كفر الله هذه الخطايا وحتى لا يحاسب يوم القيامة. ومن الحكم أيضا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في طول البلاء وشدته ونزوله في أهل الإيمان والإسلام والتوحيد ما أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد وصححه الألباني عن خالد السلامي رضي الله عنه وارضاه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله تلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له منه. وقد يكون إن الله سبحانه وتعالى قد أراد بأهل غزة منزلة ومرتبة لم يصلوها بأعمالهم تلاه الله، ومن ثم صبرهم حتى يصلوا إلى هذه المرتبة. ولا ننسى إن الله سبحانه وتعالى يعطي أهل البلاء يوم القيامة من أجر أن يرى أهل العافية ما أخذ أهل البلاء من أجر أن يتمنوا لو أنهم قربوا بالمقاريض وما ربك بظلام للعباد. وما الله سبحانه وتعالى غافر عما يفعل الظالمون، ولكنما هو البلاء حتى يضحص أهل الإيمان من أهل النفاق، وحتى يتخذ الله سبحانه وتعالى منهم شهداء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.